سندريلا تو سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز. نبداو بالتصويره اللي دارت البارح برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ناخذوها من الصفحه الرسميه لسفاره الصين، وين تفاعلت مع التصويره والاخبار اللي هبطوا كدوريم، وين قال انه قاعد يتفاوض مع السلطات الصينيه حول لقاح الكورونا، وين كتبوا على اثر التداول بعض مواقع الاعلام خبر مفاده انه الشاب التونسي توصل الى الاتفاق مع ما يدعى بممثله الحكومه الصينيه حول تعاون التلقيح بين البلدين، واستجابه طلبت بعض المؤسسات الإعلامية التونسية. تعلم المتحدثة باسم سفارة الصين بتونس في صباح يوم 12 جانفي أن سفارة الصين بتونس لا تعرف المعلومات المذكورة في تغريدة الشاب، ولا ما كلفتش السيدة المذكورة في التغريدة بشؤون تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة الجانب الصيني. بطبيعة تويس خذاو الاستاتيو هذا وداولوه وحكيوا عليه وعلقوا، قالوا والله اللي يزيد يقهرك انه مازالوا فما ناس يكتبوا له تحت البوست هذيك برافو كريم وبلا بلا بلا، وفما اللي قال ما تاخذوش عليه ياسين صغير وطايش ومازال قاعد يشوف روحه، استر ربي تفدليكا مع الصين بطبيعتهم فدليكا. فما اللي كتب اصلا احنا ما نلقحوش بالشنوه نموتوا موته اوريجينال ابرك عاد، وفما اللي قال على قليله سفاره تحترم بلادها وسمعته وتجيب وتوضح، البقية على بلدي اللي ساكت وما جاوبتوش. تعليق اخر يقول حتى هو كثر لها بصراحه قريب يولي المهدي المنتظر نتاع تونس. ونوفى بالتعليق هذا انا نصدق كادوريم وما نصدقكمش انتوما تحبوا تشوهوا صوره كادوريم، هذه مؤامره على التونسي الزوالي. باهي البارح برهان كان معنا وقال علاش تلوجوا في التفاصيل وتلوجوا في الديتاي هذوما، وهو سفير ولا مش سفير نوايا حسنه وغيره كذا. مراد كان ضد الفكره هذه، وحكينا عموما وقلنا انه ما همش فما هكا حاجات لوش شويه لازمنا نعلقوا عليها. اليوم كي تخرج السفاره الصينيه وتاكد أنه المرأة اللي قال أنها مسؤولة في الحكومة الصينية واتفقوا معها وغيره كذا، تأكد أنها لا تعرف المسؤولة هذه، ما عندها بها حتى علاقة، المرأة هذه. وقالت حتى كادرين ما تعرفوش الشاب التونسي كذا هكا شوية فما تقزيم في البيان نتاع السفارة الصينية. خطير مهم أن نركزوا في الحكاية هذه ولا لا نقعد نتبعوا النتيجة. خويا مسؤولة مش مسؤولة، تجيب تلقيح السيد ولا لا، استعراض عضلات، انتخابات قاعدة تحضر. سونيا لولا تدخل السفارة الصينية كان يتعدى خبر هكاكا وكهو الراجل قال باش نجيب تلقيح، حب يوري الدولة التونسية راهي ضعيفة وانا راني نعرفش كيفاش نسميه، قوي برشا، قوي سبايدر مان باتمان ما نعرفش شنو هو واصل وينجم. هي العبرة بالنتيجة. لو كان جاب يعطيه الصحة والعباد باش تصفق له، لو كان ما جابش باش يطلع كذاب وما عنده ما يعمل. بالكشي انا نقول بالكشي غلطوه، بالكشي السيدة هذه متحيلة واوهمته أني تمثل الحكومة الصينية وأني قادرة أدبر له بين ظفرين اللقاح، وهو ببساطته خاطر يظل لي بسيط شويه. ولكنه قال زاد انه هو سفير نوايا حسنه وهذا مش صحيح. هذه كذبه، هذه كذبه. تعودنا على الكذب يعني عادي نورمال، ولات سي لو سبور ناسيونال تونيزيان. زيد يا راف انا شو نقول لك جوست حاجه، تفرجوا في جودي تو خاطر اتصل بالمحامي نتاع كادوريم منير بن صالحه وعمل تصريح معناتها باش يصدم 12 مليون تونسي. والله نحكي معاكم منير بن صالحه، والله منير بن صالحه لانه هو محامي كادوريم وكل جمعه يعمل تصريح يصدم 12 مليون تونسي بالحق. للامانه اتصلنا بكادوريم، كادوريم قال ما نحبش نحكي، عندي المحامي نتاعي يمثلني هو استاذ منير بن صالح، حتى كان باش تكلموه تو ما يهزش عليك خاطر اكسكلوزيف عن فمتهم. والله كنا باش نطلبوا مراد البارح من المنبر هذا قلنا يا توانسه اشربوا عقلكم. الدولة الصينية ما تتعاملش مع الأفراد، تتعامل مع الدول تتعامل مع الدول. يا أخي صديقي برهان قال لي لو كيفاش وعلاش بارتو. ليه هذا يأكد البلاغ متاع السفارة الصينية في تونس كي تزيدوا للشكوك الكبيرة حول حكاية جواز السفر، تأكد وأنه السيد كادوريم ماشي باش يولي دجال تو سامبلومون، ويعطي دليل أنه ماهوش بعيد وعليه أنه ينتمي لهذه الكاتيجوري، معناها لهذا الصنف. دونك باش نكونوا واضحين
واللي يعمل الخير ما يحكيش عليه، ما يهبطش عليه 20 ستاتيو ويجيب 20 كاميرا ويحضر في 20,000 برنامج. نجم تكون لوكوموتيف مثال في بلاد احنا فعل الخير فيها حاجه ولا ماشي ياسر متداوله للناس هذوما اللي عندهم المليارات وعندهم العلاقات ورجال الاعمال وفنانين الكبار مثالش. ربي يعلم ما بالنوايا، ولكن انت كون قاطره، كون لوكوموتيف، حرك العباد. خليني نقول لك مراد، عندك مصداقيه ولا ما عندكش مصداقيه؟ خير منك تعاون مصداقيه ولا لا؟ المصداقيه تفقدت توا نحكي هذا المصداقيه تفقدت. هذا هو اللي خلينا، واذا كان المصداقيه تفقدت وليو نتسائلوا على الخلفيات نتاع الظهور الاعلامي المتواصل. اما خساره رفيق كادوريم معناها اللي انا وبرشا احنا كلنا شكرناه وقلنا يعطيه الصحه. شنو كنت نخدم في الحمله نتاعو باش انت كنت دعابه مراد تعدت مراد دعابه مراد في دودان نطلع وهبط انت في ساعه. خساره ولينا بالعكس نشكوا اللي يعمل حق، اللي عنده الفلوس ويحب يعاون التوانسه عنده نوايا مش باهيه معناها. الله غالب كادوريم كي انا نسمع الكذبه الاولى الكذبه الثانيه نولي نقول شبيه كادوريم علاش هكا، فما وراها حكايه. وبالنسبه لمنير بن صالح راهو جاوب قبل ما يتعدى في جديتوها وهبط تدوينه على صفحته وضح المكالمه نتاعو، قال اللي هو حب يشري معناها التلقيح. الكل تونسي ما ينجمش ينجم ياخذ التلقيح، مش تفهم بالغالب. كادوريم ينجم يورينا انه احنا حتى لو كان معلومه غلطه نقرا بحسن النيه كما قالت سونيا. لا مش السفاره تكذب، المراه يقولوا يا سيدي عديتها عليه كما قالت سونيا. ورينا من بعد التلقيح واش باش تعمل في التلقيح. تبقى نقطه الاستفهام حكايه سفير النوايا الحسنه. فيديو بعد شويه باش نشوفوها، نشوفوا الحاله نتاع التسيب اللي في تونس. ان جون طفل صغير مثل ما عندوش 22 سنه ما يفوتش كيفاش يكسر في الوحده نتاع الكار بكل ما في الامر من صحه رقعه وتبوريب واحساس بالعقاب. الفيديو نحكيو فيها ونسالوا علاش وصلنا للشيء هذا في الشارع اليوم في تونس بعد الاخبار. اخبار سلمى هلال، محمد الهادي بخوش. اخبار الكوره نرجع لكم بعد شويه للبلاتو. IFM إكسبريس. مرحبا. وزير الصحة يقول إنه الجانب الروسي تعهد بتزويد تونس بدفعة أولى من لقاح سبوتنيك 5 ضد كورونا قبل آخر جانفي، ويعلن على اجتماع اليوم للنقاش بخصوص الكمية والإجراءات الفنية للحصول على اللقاح هذا. نساف بن عليا تقول إنه طاقة استيعاب وزارة الصحة للتكفل بالمصابين بكورونا وصلت حدودها القصوى، وتدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الحل الوحيد في الوقت الحالي. وزير التربية يقول إنه دمج الثلاثي الثاني والثالث من السنة الدراسية الحالية احتمال وارد حسب تطور الوضع الوبائي. اللجنة الجهوية العلمية في المستير تقترح الحجر الصحي الموجه في 14 يوم الجاية بسبب خطورة الوضع الوبائي. رئيس اتحاد الفلاحة يقول إنه ما فماش خوف من تسجيل نقص في الغذاء في تونس. وزارة الطاقة تعلن على دخول امتياز استغلال المحروقات حقل المنزل في خليج الحمامات. طور الإنتاج الأولي من نهار 7 جانفي تدفق 5300 برميل نفط في النهار. موعدنا يتجدد في أخبار 9 مكملين بعد شوية مع راف مالك. IFM سبور مع محمد هادي بخوش. صباح النور الناس الكل، مرحبا بكم في IFM سبور. اليوم تتلعب الدفعة الثانية والأخيرة من الجولة الثامنة للبطولة. القمة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تجمع النادي الصفاقسي بالترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي باش يعرف عودة محمد علي الطرابلسي بعد ما تجاوز مخلفات الإصابة. من جهة أخرى باش يغيب كريس كوابو والنبي كامارا بسبب الإصابة، إضافة إلى تواصل غياب في راس الشوط بسبب فيروس الكورونا. من جهة أخرى الترجي الرياضي التونسي باش يعرف عودة ركائزه الأساسية مقارنة بمباراة مستقبل الرجيش بعد ما خير المدرب معين الشعباني إراحتهم على غرار حمدو الهوني، غيلان الشعلالي، إلياس الشتي، عبد القادر بدران، محمد علي اليعقوبي، كوليبالي وطه ياسين الخنيسي. مباراة تنطلق اليوم الساعتين بقيادة الحكم أمير لوصيف ومنقولة على قناة الوطنية الأولى وقنوات الكأس القطرية. بقية المباريات اليوم الشبيبة القيروانية يواجه مستقبل سليمان والحكم نعيم حسني. الأولمبي الباجي النادي البنزرتي والحكم نصر الله الجوادي. مستقبل الرجيش والاتحاد المنستيري والحكم معز بن صالح. اتحاد تطاوين يواجه اتحاد بن قردان. لعبت البارح الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بزوز مباريات في الهادي نايفر
الملعب التونسي تعادل ضد نجم المتلوي 0-0 في ملعب حمادي العقربي برادس الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي، وفيه بالتعادل هدف لتوالف افتتح النتيجه من ضربه جزاء في دقيقه 29 عن طريق حمزه الاحمر، والنادي الافريقي عادل النتيجه في الشوط الثاني برأسية خليل القصاب في دقيقه 76. نقعدوا مع الإتوال، ومن المنتظر أن يعلن النجم الساحلي علاء الأسعد الدريدي كمدرب للفريق الدريدي باش يقود النجم الساحلي مدة 2 مواسم باش يساعدوا كل من عماد بن يونس، زياد زيود وإقبال الرواتبي. نرجع نحكيو على النادي الافريقي وين راسلت لجنه التاديب التابعه للفيفا الفريق واعلامها بضروره دفع مستحقات نادي نصر حسين داي الجزائري والمتمثله في قيمه تفويت اللاعب زين الدين بوتمان والمقدره ب 200,000 اورو. من جهتها من منحة الفيفا مهلة للنادي الافريقي الى غاية 2 افريل لاثبات ما يفيد خلاص مستحقات نصر حسين داي. مع نهاية الأجال اللي ضبطتها الجامعة التونسية لكرة القدم حول تقديم التقارير المالية الخاصة بالنادي الإفريقي الموسم الرياضي 2019-2020 إضافة إلى محاضر الجلسات الخاصة بقبول ورفض استقالات أعضاء الهيئة المديرة، قررت لجنة الطوارئ إحالة ملف وضعية الهيئة المديرة النادي الإفريقي على أنظار الهيئة المستقلة للانتخابات. تقرر إحالة التقرير المالي الخاص بموسم 2018-2019 والقوائم المالية الخاصة لسنة 2019-2020 إلى هيئة رقابة التصرف بالجامعة واللي ترأسها سيد إبراهيم عبيد، مع إمكانية إحالة الملف إلى المصالح المختصة لوزارة المالية. تكليف اللجنة المالية بالجامعة القيام بالإجراءات المناسبة لضمان استخلاص الديون اللي تعهد بها النادي ولم يلزم بها، انعقاد جلسة في الغرض بتاريخ اليوم مستدعيا عبد السلام اليونسي، حمزة الوسلاتي وسامي المقدمي بصفته الكاتب العام. علي معلول البارح هداف مع الأهلي المصري في البطولة واللي فاز على الإنتاج الحربي 4-1. توج نادي الكويت اللي ينشط فيه كل من رامي البدوي أحمد العكاشي بكأس ولي العهد بعد ما فاز على القادسية بنتيجة 2-0. أحمد العكاشي كان سجل هدف تعادل الفريق. اليوم تنطلق بطولة العالم لكرة اليد في العاصمة المصرية القاهرة واللي تتواصل حتى 31 جانفي. الدورة هذه استثنائية بما أنها باش تكون بدون حضور جمهور، بدون حضور إعلامي، وباش تضم 32 منتخب موجودين على 8 مجموعات، إضافة إلى انسحاب 2 منتخبات وهما المنتخب التشيكي بسبب اكتشافات حالات كورونا في المنتخب هذا، إضافة إلى المنتخب الأمريكي والمعوضين باش يكونوا منتخبات مقدونيا وسويسرا. المباراة الافتتاحية تجمع اليوم 6 مصر بالتشيلي نهاية نهار الجمعة. منتخبنا يبدأ أول مباراة ليه ويواجه بولونيا انطلاقا من 8:30 مساء. خارج تونس في البريمير ليج، مانشستر يونايتد يواصل تألق وتصدره للبريمير ليج بعد فوزه البارح على بيرلي 1-0. اليوم مانشستر سيتي يواجه برايتون 7 متاع العشية، و9:15 توتنهام يواجه فولهام. البارح في الليغا اتلتيكو مدريد يبعد على الريال ب4 نقاط في الصدارة بعد ما فاز على FC سيفي 2-0. كانت هذه EFM سبور. أكثر تفاصيل على السيت EFM.tn. موعدنا جاي الساعتين وتوا مواصلين مع الرف معك. تصور بنكتك معاك في التليفون في كل وقت وتعطيك اكسي للي سيرفيس متاعها الكل وين ما كنت. البي تقدم للحرفاء متاعها لابليكاسيون موبيل بي ام بانكينج، لابليكاسيون اللي تربحك برشا وقت وتخليك تتصرف في الكونت بانكير متاعك بتليفونك وين ما كنت وفي اي وقت. تنجم تقوم باي عمليه بنكيه، تتفقد حسابك البنكي، تعمل فيغمون ولا تبعث ماندا عن طريق سيرفيس ماندا كاش، تطلب الشيكي ولا الكارت بانكير، تشارجي لي كارت بريبيي، تتحصل على الغيب والليبان بكل سهوله وتمكنك زاده باش تتبع القروض متاعك. تنجم تيليشارجي لابليكاسيون بي ان ام بانكينج على جوجل بلاي ولا الاب ستور. بي ان بانك، يور ديجيتال بانك. في جيون بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم. واليوم في جيون سوم الميكسر بلونجان إلي 200 وات دو فيتاس يولي ب 34 دينار كهو ومع عام جارانتي، وهكا لا توفروا لا دينار الاثنين أما 15 دينار كاملين. جيون يدافع على القدرة الشرائية. جيون يمدللنا.
تنجموا تسمعوا راف ماج من كامل أنحاء العالم على EFM.tn. على الراف ماج 8:39 دقيقة موصلين معكم بالأخبار، مكملين معكم بالبوكس نيوز. نمشيو الفيديو دارت برشا على الفيسبوك وين نشوفوا تونسي يتعدى على وسيلة نقل. خلينا نشوفوا الفيديو على الإكران. برشا تفاعل مع التوانسة اللي شافوا تونسي هذا صغير في العمر، وبرشا لاموا على المسؤولين وقالوا كيفاش يخليوه يعمل كيما هكا، كيفاش مشهد كيما هذا يتعدى مرور الكرام. فما اللي قالت بداوش تهزوا تصبتوا، الله اعلم علاش ردة فعله هكاكا، مانيش قاعد نبرر له، لكن سيغمون صارت حاجه كبيره خليته يتصرف التصرف. فما اللي قال في الدوله هذه يخليوا صغار مطيشين ويعملوا اللي يحبوا من غير لا حساب ولا حسيب لا رقيب. واللي كتب التعليق هذايا الله غالب هذايا مخلفات الثوره، فما برشا تسيب في بلادنا، يشدوا حاجه يسيبوا حاجه. ونوفى بالتعليق هذا يا اخي، هالمشهد هذا مستنسين بيه، ماناش اول مره نشوفوه، وكل مره يتعدى من غير ما يتحاسب مولا العمله. حاجة جاوبني مباشرة، الشيء هذا كان موجود، سامحوني في العبارة الناس اللي تسمع، الفروخ الصغار هذوما اللي مسيبين في الشارع، الباندية اللي يخوفوا اللي يمطروا، تراها تقول معناها مازال صغير، معناها نبعثوا يشري لي في الحومة دون لو طون، تلقاه لا باندي ينجم يطلع عنده حديد ويحكي بالكلام الزايد وبالطريقة هذيك، ولا يقدر لا كبير ولا صغير، يجيب الاسبيغلاس نتاع كهرباء يكسرها نتاع كار يقسمها في اثنين، موقف كار كاملة، لا خاف لا من الشوفور، لا خاف لا من بوليس يخرج فجأة على الكياس، لا خاف من الناس اللي راكبة في الكار تهبط له. هالتصرفات الكومبورتمون هذا موجود كان في الصغار دون لو طون في جيلك انت موجوده؟ كان موجوده مش بالطريقه ذي، مش يصدم على كار وقدام الناس الكل يكسر لها هكا، تظهر لنا ساعه لساعه العشيه في العمر هذا معناها 20 نخزن بربي قداش يعمل عمره 18 سنه 15 16 ما عنده ما يعمل قلقين ضربتنا السمس ما مشيناش للبحر نمشيو نفدوا هذيك تفدليك. اما نحكي هذا اي انسان من الحومه هذيك يعطيه ترح، اي انسان ملحوم، انا ولد الجبل الاحمر العمران فرونسفيل كذا اي انسان يشد واحد يعمل كي هكا يعطيه تريحه، يعرف بوه ولا ما يعرفش كيف كان موجود. ما كانش موجود يا رفيق، احنا كنا نخافوا من الكبار، انا واحد من الناس كنت كي خويا يجي وانا نكور نهربوا، نشوفوا كبير في الحومه نخافوا، هذوما استانسوا بعقليه رزق البيليك، راهم هذوما يا اخي سامحني يا رفيق، ما شفناش يا اخي فروخ في استاد يكسروا في استاد، هذا باب استاد يشوفوا فيه، هذا في الشارع، راهو عقليه كامله. بحث المنزه كي كانوا يكوروا في المنزه يوجع القلب بعد كل ماتش بداوا يكسروا فيها. علاش عقليه مرض، راهو فما ناس تربيت بالعنف، تحب تعيش بالعنف، تعتقد لكن العنف هذاك اللي يتسلط عليه يحب اليوم يبينوا ويأكدوا انه اليوم ينجم يعمل حاجات كي هكا، راهو ولا غالب فما مرض موجود في شكون مسؤول عن الناس هذه يا سونيا؟ احنا ربيناهم، المكتب ربيهم، وسائل الاعلام. انا بعثوا لي وقت اللي طرحت السؤال قبل ما نخرج ونسمعوا الاخبار، قالوا من الحاجات المتهمين بها انتم اعلام العار، مثلا الاعلام عنده دور اللي يتعدى في التلفز، مسلسلات غيره عندها دور. نحكي سي ان تو بوتيتر الناس كل عندها نسبه من المسؤوليه، كل واحد عنده اعلام، اولياء، دولة، مكتب، أنا قلت لك دولة، مكتب، ليسيات، هذم الكل عندهم دور، الكلهم فشلوا، الكلهم عطاوا. هذا معناه راولوا فينومين ولا كبير برشا، راك تضحك معناه تشوف طفل صغير كما قلت تقول نبعث يشري لي في الحومة قبل في البدن هذاك في العمر هذاك، هذاك هو بيدو ينجم يوقف في براكي، هذاك هو بيدو يجي يسبك وانت معك مرتك وانت معك امك وانت وقفك في الكهرباء، هذا هو الفينومين. شكون مسؤول عليه سونيا؟ باش نزيد ناكد لك الفينومين هذايا 3 ولا 4 ايام التالي خارجه من تونس وشديت ثنيه الضاحيه الجنوبيه وواقفين على الجليسير هكاك العمار 14 15 يجي 5 ولا 6 اولاد شو يعملوا؟ يحجروا في الكراهب، يحجروا في الكراهب في واضح النهار، نحكي لك في النهار وين في الصباح معناها اون ماتيني ما همش خايفين. وقت اللي حكيت مع امني قال لي راهم الحرابش يخليهم ما يخافوا من حتى شيء، ما يخافوا من لا يخاف باش يتشد، لا يخاف اصلا، هو مش واعي بالشيء اللي يعمل فيه. تبقى شكون مسؤول؟ كلنا مسؤولين، لا عائله تربي، لا مكتب يربي، لا دولة وضعت آليات باش تحتضن الصغار هذوما، باش في عود تحط له باش يشد حجرة في يده يضرب فيها، يبدا صغير ويلقى روحه في نادي ويلقى روحه في دار شباب، في يده آلة موسيقية ولا في يده قلمات زيانة، ولا في يده انه يعمل مسرح، انه يعمل سبور، انه يعمل، انت ما وفرت له حتى شيء. يعني العائلة ديميسيونير
العائله مش موجوده، البو والام يسلطوا على همهم والله اعلم ويخرجوا من الفجاري وكل الصغار مفرتين في الشارع. والدوله اللي من المفروض تربي في المكتب وتعطيه الاطر زاده باش اكل الصغيره ولا الكل يغلي من داخل، يلزموا يسودفوا في حاجه. ونأكد لك لو كان جيت حطيت له بانسو في يد ولا آلة موسيقيه ولا يعمل تايكواندو ولا سبور ولا جودو ولا كوره ولا اي حاجه، نأكد لك ما يقفش على الجليسير وما يقفش على الكار هذيك يكسرها وما يقفش على الستاسيون نتاع الكار يكسرها، على خاطر اكل الانرجي اللي عنده الكل وحتى النقمه اللي عنده، خاطر ينجم يكون ناقم على الوضع نتاعو على الفقر نتاعو، يبدا عنده امل. دولة ما بعثتش فيه ولو بصيص من الامل. ما زاد باش نسبوا شويه، انا بابا وامي يخدموا مثلا ربيوني هما يخدموا من 8 ل 6 تعمل في السبور في الليل. تعمل في السبور موجود مطروح اليوم مثلا ثم جمعيات رياضيه ما فماش موجوده نفس الجمعيات. انت تسخن هذيك باش يمشي الجمعيه الرياضيه باش تقيد. انا الجمعيه جات انتدبتني معناها ميركاتو ماني هزيت ساكي ومشيت. رفيق الجمعيات موجودين مثلا في الحومه اللي انا تربيت فيها، لا نعرف لا فما لا دار شباب لا حتى، ولو انه دور الشباب اللي كانت موجوده هما ضربتين شطرنج وبينج بونغ والجو هذاك، معناها ما فماش حاجه كبيره تبدلت ما بين وقتها وتوا. لي بارون يخدموا في وقتي انا ما نبعدش عليه 80 سنه في العمر، والرغم هذا العقليه وراو المخدرات زاده ما نستهنيوش بيهم. مخدرات تدور في البلاد راو يقرمشوا في الحراب شكي الحلوى. سي ان فينومين. البارح بركه كنا نعطيو في ارقام على عدد نسبه التلامذه اللي يستهلكوا في المواد المخدره. احنا في وسط المواد المخدره مانيش قاعدين نشدوا في الزطله وفي الزطله. الاشكال مش في الزطله بركه اليوم في تونس، الاشكال في ما يسمى بالفلس. برا احكي مع الامنيين، انا في وقت من الاوقات خدمت على مجموعات الاحباء، معناها ظاهره متفشيه جدا جدا جدا، داير اخطر برشا من الزطله. انا ناكد لك السيد هذا الطفل هذا ماهوش في حالته العاديه، اما يكون في حاله غضب، قد يكون، ما احنا ديما نكونوا الصوره بتحفظ، ينجم يكون الكار ما وقفتلوش في اللاري، ممكن ما يتعداش عليه حتى واحد في عقله ما يعملهاش معاك. والا ينجم يكون تحت تاثير الفلس والحرابش. فما لا والا ينجم يكون تو سامبلومون كلوشار وقليل تربيه. صحيح. يا اخي شنو طبعا يا اكستا وحرابش يا في حاله غضب، هذوما عباد تبدا متعدي يجي يسبك. يا رفيق لحظه ما خلينا نكمل نوصل الفكره. تبدا متعدي ساعات يتعدى يعطي مشترك كرهبتك ويمشي وانت فلوس كرهبتك. فهمت معناها يضرب لك ريتروفيزور بوني يبداو 7 8 سامحوني في العباره مناظر يعمل لك هكاك ويتعدى. هو راهو فما نوع كان بالمخدرات. لا هو نمشي معاك لبعيد. فما حاله مش في تونس بركه لكن في تونس من نوع من العدميه. فما من حاله مش باش نعمل تفسير فلسفي من العنف العدمي. قبل كنت تفسر العنف والله الصغير في طلوعه يكون ضد المجتمع، يكون ضد الامن، يكون ضد العائله. فما نوع من العنف العدمي، العنف من اجل العنف، بتاثير كيف ما قلت انت، بتاثير حاجات او ساعات بغياب كامل للي فالور، ما عادش فما حتى قيمه، ما عادش فما حتى حواجز. انا بارح بركه كنت نحكي في موضوع هذايا. واحده قريبتي تحب تشوف ولدها اسكو باش تدخلوا في كوليج بريفي والا كوليج عمومي، تخمم باش تعاد تحطوا في كوليج بريفي. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون تتفكروا وقت اللي احنا كنا صغار لي زير كروز كنا نقعدوا في الليسي، القيمين والبروفيت ما يخليونيش نخرجوا. رفيق تبدا فما ساعه فارغه، يبدا فما استاذ غايب، نقعدوا في الكلاس مربوطين حتى لين توفى وقت القرايه نتاعنا، ونروحوا في الوقت اللي يبداو والدينا يعرفونا اللي احنا باش نروحوا فيه. توا ليه رفيق؟ توا ما عادش فما، ما تقراش يسيبك في الشارع، ما فماش البروف غايب يسيبك برا اسرح، والبو والام تلقاهم يخدموا وما يعرفوش على اولادهم وين ماشيين وين جايين. باغ كونتخ علاش الاولياء يبداو مساكن يعفسوا على قلوبهم ويخدموا ليل ونهار باش يدخلوا اولادهم في البريفي؟ خاطر البريفي تو سامبلومون ما يسيبوش الصغار هكاكا، ما يسيبوا كان في يد بوه ولا حاجز الخوف. زاد العباد تتفائل يقول لك حاجز الخوف اللي تكسر قدر المعلم اللي ما عادش موجود، اللي هذا ساهموا في نسبه كبيره لي بارون. قبل كنا نرعشوا من المعلم، توا شكون اللي يمس سيدي ولله في الوليدات الصغار تقوم القيامه والمعلم وحقوق الطفل وغيره كذا. سي انتو انا كي نحب سي انتو من الديار، العائلات، التلفز، وسائل الاعلام اللي يتعدى في المسلسلات، العقليات، المربين زاد اللي استقالوا من دور التربيه ولا بتاتر نسبه كبيره قري والسلام عليكم والنستوى كمنطقه على قد فلوسكم. نسبه ثم مربين اخرين معناها حياتهم عاطينها للحكايه هذه. سي انتو اللي خرج الجيل هذايا للامانه
كان لا يبشر بخير. بوادر سامحوني في العبارات ولكن هذاك هو نحكيو كيما احنا مع بعضنا، بوادر قله التربيه صحيح. ولا واحد ياسر ولات في الشارع ياسر. الفينومين نتاع الكلوشارات وجدت في تونس واللي قلقني الاعمار الصغار. هذا نجم يكون مينار. نرجعوا بعد الفاصل نكملوا مع السندريلا. يلا. تونس 3000 سنة حضارة، هي حلم برشا توانسة حاسين أنه المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ. تاريخنا احنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. تونس 3000 سنة حضارة، من الاثنين للجمعة ماضي 2.5 ساعة مع الدكتور محمد حسين فنتر على IFM أحلى راديو. البروتين، الفيتامين والكالسيوم لازمين للتوازن الغذائي نتاع العائلة الكل ونلقاوهم في ياغورت ديليس. هذاك عليه ياغورتك كل يوم تعاون باش تحافظ على صحتك وصحة العزيز عليك. واليوم ياغورت ديليس يجيكم ببرومو 400 ملي كاكاو. ياغورت ديليس يعطيك الصحة. في مونوبري حتى ال 24 جانفي حقة الشيكوري كافي سوليبل برافا 250 جرام ومعها 50 جرام بلاش ب 13 دينار و790 في عوض 17 دينار و190. مونوبري ديما معك. في العام الجديد دانات تزيد اللي يحبوها فرحة على فرحة، وتبدأ عام 2021 بهابي برومو 500 ملي مع الكريم ديسير الكل، شوكولا، براليني وفاني. دانات تفرحكم بالبروموات. عرض خاص من 1 ل 31 جانفي في حدود الكميات المتوفرة. من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على IFM أحلى راديو. موصل معكم بالاخبار والبوكس نيوز. زيد طلب الكلمه في علاقه بمشكل الشباب للانحطاط الاخلاقي اللي نشوفوا والله طلبت يا كلمه يا رافع خاطر بتاثير الدبوزه اللي جات فوق راسي توا. ذا يقول المستمعين رفيق ضربني دبوزه على راسي. نفس الدبوزه وقت جماعه ائتلاف الكرامه ضربوا السيد نتاع احنا لا احتفال لا شيء دبوزه وتعدينا صحيح. نحن نتحاوروا بالحق يا رفيق. انت مره جبت خبر على السيسي في مصر، اطفال هذوما السيسي عمل لهم كالثكنات الصغار. علاش ليه ما يشدهمش يا خويا يحطهم في ثكنه يتربيوا؟ عملها السيسي ونجحت العمليه. خاطر هذوما ما همش باش يتربيوا يا رفيق. نحكي معك بجدي اليوم. علاش خلطوا لهنا ما يهمنيش بعد كيفيه الاصلاح. انا واحد من الناس العبد اللي يخلط يعمل هكا صعيب برشا بعد باش يتصلح. ما نغلقش البيبان ولكن علاش يخلط الغد يعني كما قال مراد الدروغ وكل اما اعطينا الحل. الدروغ مثلا لو فينومين نتاع الدروغ لليوم ما سمعناش مره هكا بالإتاحة بارونات اسامي كبيره وبارونات اللي تدخل. واذا كان تدخل في الدروغ راك تتعدى عن طريق حدود وعن طريق سامحوني زاد الديوانه تاع نهار هكا. ساوش راه وزير الداخليه المقال راه قال لك عندي امنيين يخدموا في الشيء هذايا وقامت القيام على التصريح 24 ساعه ومن بعد تنسى. احنا قلنا انه بعد ساعات باش نسمعوا الإتاحة بشبكه فيها بعض الامنيين الفاسدين وبعض الديوانيه الفاسدين ورجال الاعمال وغيره كذا، ولكن ولا والو قال برهان بسيس البارح ويمر التصريح مرور تيليبورتاسيون. عرفت تكون موجوده في بلاد تلقى تيليبورتاسيون تلقى كيفاش. هاي الاخبار الاخير هو مجموعه من التعليقات التوانسه. نمشيو للكويز وما بيان سور التوانسه ماهوش يفلتوا الحجر الصحي شامل اللي باش يدوم 4 أيام بالتنبير اللي كان حاضر البارح على الفيسبوك. اغلبيتهم يلوجوا على روسيت اليويو لين حتى بلاغ من وزاره الصحه هبطت فيه الروسيت نتاع اليويو. هاكا سونيا تنجم تقيد بربي يحطوا لنا يا جماعه الديجيتال هاكا تنجموا تقيدوا الروسيت. وفما اللي يسال زعما يبدا باليويو ولا الفريكاسي، واللي قال وتسائل حجر صحي ولا معرض الكرم هذا من الخميس للحد. واللي قال لنا على ظاهره كونيه، قال ظاهره كونيه تتعدى بها تونس ما صارتش عندها عام وهي تلاقي يا مراد وذا جوك ليالي السود مع نهارات السود مع حكومات السود سودوا لنا حياتنا حسيبكم ربي. وفما اللي كلم نرمين وكتب لها بربي سخن البندير يا نرمين. حطوا لنا بربي التصويره اللي دارت برشا على الفيسبوك ونرمين في استادك هي قاعده تحضر في روحها عمليات الإحمائية عمليات الإحمائية. واللي عايدوا على بعضهم وقالوا لهم حجر صحي مبارك يا جماعه يحييكم لمثاله. ونوفيلكم تعليق اصحاب المقاهي والمطاعم. سمعنا يا خليلو. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم اتفضل اقعد بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
معناها 100% صحيح في علاقه بالمقاهي. نحي الكراسي، حط الكراسي، خرج الكراسي، جيب القبليه، حط البلار. والله المستعان مساكن الريستورانات والقهاوي خاصه واصحاب المقاهي، ربي يكون في العون. صعيبه على الناس الكل، صعيبه سبيسيالمون عليهم، فما الاصعب ولكن الناس الكل تعاني. نمشيو تو سويت للكويز، يلا. كويز. يلا السؤال رقم 1. 90% من المؤسسات التربوية اليوم في تونس شبيهم؟